خويا اختي شريتي الحولي الله يقبل وجبتيه للدار، وياك تعطيه الماء مباشرة غيموت ليك. علاش؟ راه ممكن يكون كال الشعير ولا الذرة ولا فارينة بزاف عند مولاه قبل ما يبيعولك، وملي تجيبو نتا للدار وتعطيه الماء راه غيتتخم ويتنفخ ويموت لك لا قدر الله. الحل قبل الكارثة ملي يجي للدار خليه يرتاح شوية، من هز حط وعطيه غير شوية ديال التبن. اما الماء حتى دوز على الاقل 9 السوايع، عاد عطيه يورد بالتدريج ما تخليش يشبع. بارطاجي الفيديو باش الناس تستافد وترد البال، راه الموضوع خطير بزاف. تحياتي ليكم. مشيتي للسوق بغيتي تشري الحولي، قبل ما تخلص مولاه دير هاد 3 الامور. اول حاجه قلب ليه عينيه، خاص يكونوا صافين كيشعلوا والنفس ديالو طبيعي، ما يكح ما ينهج. ثاني حاجه قلب الصوفه، خاص تكون شاده في راسها ما تتبعكش بسهوله. وقلب الفولات اللي يكون زيطي وشوف اللي يكون فيه الحبوب. ثالث حاجه خاص تكون الحركه ديالو فيها نشاط، ما يكونش مهموم وحاضر راسو. بارطاجي الفيديو باش يستافد غيرك، فالدال على الخير كفاعله. تحياتي. عدد من الناس كيوقعوا في اخطاء نقل الحولي للدار. تقدر تمرضو وتخليه يحبس الماكله او لا قدر الله يموت. مثلا كاين اللي كيكتفو شي تكتيفه ماشي تلهيه ويخشيه في كوفر ضيق ومخنوق، كيخلي الحولي يوصل سخفان ولا ميت. وفي هذا الاطار كاينه طريقه الخنشه اللي كتجمع بها الحولي وديه فين ما بغيتي، بشرط الوسيله اللي غتنقل بها تكون مهويه ومتسعه شويه والمسافه قصيره نسبيا. ولكن احسن طريقه في نظري هي الخروف يمشي واقف ومرتاح، وممكن تربطو من راسو مع شي حاجه باش ما يتحركش. وفي الاخير قول لنا في التعليق اخطاء اخرى ممكن يطيح فيها الشاري اللي باغي يدي حوليه للدار. تحياتي. السلام عليكم. توكلتي على الله وغتمشي للسوق تشري الحولي، ورد بالك من هاد 6 العيوب. الا كانت في الخروف راه ما دايش في الذبيحه. اول عيب حدا لا يكون الحولي عور، يعني فاقد شي عين ولا عينه بيضاء ما كيشوفش بيها. ثاني عيب ما يكونش باين عليه المرض بحال السخانه الجربه ولا مستوه. ثالث عيب ما يكونش عرج، يعني ما قادرش يمشي بشكل طبيعي. رابع عيب ما يكونش هزيل وضعيف بزاف، ما هاز لا الحم لا شحم. خامس عيب ما يكونش عمى وما كيشوفش نهائيا. سادس عيب ما يكونش الحولي ودنيه ولسانه وديلو مقطوعين. وكل هاد العيوب اللي ذكرنا كتخلي الخروف ما صالحش كأضحية للعيد. وفي الاخير اللي شاف الفيديو ما ينساش يتابونا في الصفحة ديالي باش يوصلوا كل جديد. تحياتي. الاخوة المتتبعين والاخوات المتتبعات، السلام عليكم. الخروف ملي كتجيبو عندك للدار كيكون داز من مرحلة التسمين الاساسية ووصل عندك واجد، وانت الدور ديالك هو تحافظ على هذيك السمونية قدر الامكان. ولهذا جبت ليك واحد البرنامج بسيط ديال الماكلة اللي ممكن تمشي عليه باش الحولي ديالك يبقى في الوزن اللي جا عليه. في الصباح بكري مع ديك السبعة لوح ليه 1.5 كيلو ديال الفصة كارمة، يكملها عطيه يشرب. مع 10.5 عطيه 1.5 ديال الشعير وما تعطيهش الماء. مع 2 زيدو 1 كيلو ديال الفصة يكملها عطيه يشرب. وعشية مع ديك 6 عطيه 1.5 ديال الدرا وما تعطيهش الماء. وبالليل مع 9 عطيه شوية ديال الفصة والماء يشرب. في الاخير ما تنساش دير ابوني للصفحة ديالي باش يوصلك كل جديد. تحياتي. أهنئكم بعيد الأضحى المبارك.